المطيشه المغربيه عامره مبيدات، والمشكل ان هاد المطيشه عامره مواد كدير خلل في هرمونات الناس، وكاين حتى مواد كيقولوا مسرطنه. هذه خلاصه تحقيق دارته صحيفه كيشوازيغ الفرنسيه، واللي قالت ان 40% من المطيشه الاسبانيه والمغربيه اللي كيستوردوها الفرنسيين تبين لهم في هذا التحقيق انها فيها بقايا مبيدات مواد خطيره. وقالت الصحيفه ان التحاليل اللي دارت السلطات بين 2019 و 2022 على مطيشه بينت 33 نوع فرنسي فيه بقايا مبيدات، بينما 16 اللي فيها مبيدات في الاسبانيه و17 في المغربيه. لكن الصحيفه ما تعمداتش تعطي هذه الارقام الصغيره، ولكن عطات النسبه المئويه وقالت ان فقط 15% في الطماطم الفرنسيه، و80% اللي فيها مشكل في الطماطم الاسبانيه، واكثر من النصف بخصوص المغربيه. في المقابل تواصلت مع مصادر مغربيه اللي قالوا ان منتجو الطماطم الفرنسيه عندهم مشكل مع مطيشه المغرب واسبانيا، لان نوعيتها افضل وارخص في الثمن، وخصوصا المغربيه. في حين زاد المصدر ان المغرب لم يستقبل حتى انذار بخصوص الطماطم في هذه الفتره اللي كيهضروا عليها بتاتا من الاتحاد الاوروبي اللي كيراقب جميع المنتوجات الغذائيه. انتم اش رايكم؟ كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟